جوزي بيقول لي هطلقك عشان انا خايف منك لما اكبر او يجيلي اي مرض تسيبيني زي ما سبتي ابوكي يموت لوحده والحشرات تاكل في جسمه. ايوه انا فعلا سبت ابويا يموت والحشرات تاكل في جسمه. أنا كنت فعلا بنت جحدة وأنانية وما بفكرش إلا في نفسي وفي جوزي وحب المجنون لي، الحب اللي في الآخر اتحسب عليا. ودلوقتي جوزي جاي يقول لي أنا مش عاوزك، أنا هطلقك، أنا أصلا خايف منك. معقولة بعد كل الحب ده يقول لي كده؟ بس عنده حق، ما أنا فعلا أستاهل كل اللي يجرالي. وهحكي لكم قصتي عشان ما تغلطوش غلطتي، وعشان نعرف قصة البنت الجحدة دي وإيه هو ذنبها اللي خلى جوزها يخاف منها ويفكر يطلقها بالرغم من حبها ليه، وازاي سابت ابوها يموت بمنتهى القسوة دي. يا ريت لو حبيتوا محتوايا تشيروا بكل مكان وتفرحوني باللايك الجميل اللي بيساعدني عشان احكي لكم حواديت كمان وكمان. ولو عاوزين تسمعوني في كل وقت وزمان يا ريت تشتركوا بقناتي وتفعلوا كل الاشعارات. ودلوقتي يلا بينا نحكي حدوتتنا وناخد منها عبرتنا في سلسلة قصص حقيقية سارونية. أنا أمي ميتة من وأنا صغيرة، يعتبر ما شفتش أمي ولا دقت من حنانها حاجة. أبويا هو اللي رباني أنا وإخواتي السبعة، إخواتي كلهم ولاد وكنت أنا البنت الوحيدة، وكل الدلع والحنية من أبويا كان ليا. لما كبرت اتعرفت على جوزي، حبيته حب جنون. عارفين يعني إيه حب جنون؟ كنت بعمل أي حاجة عشان أتجوزه، ده أنا حتى كنت بروح له بيته، كنت بروح قصاد أهله وما كانش بيهمني شكلي، وكنت بقول له هتتجوزني يعني هتتجوزني. كنت كل يوم بدعي اني اتجوزه، يعتبر انا كنت بصلي بس عشان ادعي ان الجوازة دي تتم. ناس كتير كانت بتنصحني وتقول لي ما ينفعش تتصرفي كده، ولازم تبقي غالية وما ينفعش تبقي سهلة، ومش كل الناس هتفهم حسن نيتي وان انا بعمل كده عشان انا بحب. لكن انا ما كانش بيهمني اي حد، كنت بحبه وقعدت سنين طويلة بجري وراه، وهو كان بيخطب ويسيب، ولما يسيب يرجع ليا من تاني. اصل عمره ما يلاقي حد حبه قدي. خطب 4 مرات وساب بسبب ظروفه المادية، وانا قعدت ازن على ابويا واقول له اكتب لي الشقة باسمي، ولادك كلهم الرجالة اتجوزوا وكل واحد له بيت، اشمعنى انا ما يبقاش ليا شقة باسمي؟ وبابا ساعتها قال وماله، وكتب لي الشقة باسمي. وقلت للي بحبه يلا تعالى نتجوز. وطبعا هو لما لقى الدنيا متيسرة وبقى في شقة وافق واتجوزنا. كنت حاسة ساعتها ان انا امتلكت الدنيا، كنت عايشة لجوزي وبس، حتى اصحابي ما بقتش شاغلة بالي بيهم، تقريبا انا قطعتهم كلهم. كنت عايزة الاهتمام يبقى لجوزي وبس، كنت خايفة ان اي واحدة تيجي تخطفه مني، خصوصا ان عينيه كانت زايغة حبتين. حتى قرايبي كنت منعاهم انهم يجوا عندي، وكنت شايفة ان كده احسن. كنت عايشة جنب ابويا، بروح ليه في الايام اللي جوزي بيتأخر فيها في الشغل، ودايما ابويا كان زعلان مني ويقول لي يا بنتي انا كبرت راعيني وخليكي جنبي، انا بتكسف من زوجات اخواتك، انما انت بنتي وسري وغطايا. كنت بتضايق واتخنق واحس انه عايز يعطلني عن حياتي، وانا لازم ابقى ست شاطرة ولهلوبة، لازم اتفنن واهتم بنفسي، لازم اعمل كل حاجة عشان جوزي يرضى عني، عشان هو اصلا متجوزني وانا حاسة انه يعني ما كانش عاوزني. لولا حبي ليه وزني عليه ممكن ما كانش اتحقق حلمي، وبقى يشتغل شهر ويجي اسبوع. كنت بروح لبابا طول ما جوزي مش موجود، لكن اول ما جوزي يجي فكل حاجة بتبقى متوجهة لجوزي وبس، مش عايزة اي حاجة تاني تعطلني عنه، بحبه هو وبس. كنت بلف على الدكاترة عشان عايزة اخلف منه، عايزة اربطه بيا العمر كله، نفسي اجيب منه عيلين 3 4 عشان ما يبصش لواحدة غيري، ويعرف ان انا اوله واخر، واخواتي كان كل واحد فيهم مشغول بحياته. ولما كنت ازهق واتضايق من خدمة ابويا اقول لاي حد من اخواتي خلي واحد منكم يساعد ابويا، او واحدة من زوجاتكم تهتم بيه، لكن هما كانوا يردوا ويقولوا ليا ده ابوكي وانتي اولى بيه، واحنا بنيجي نشوفه وكفاية قوي عليه لحد
لحد كده، احنا متكفلين بكل مصاريف مرضه، لكن انت اللي عليك الخدمة. طبعا انا كنت بتضايق، بس طول ما جوزي مش موجود كنت بخدمه، واول ما جوزي يكلمني ويجي انا كنت بسيب ابويا تماما وبسيب كل اللي في ايدي واروح على بيتي اجهز نفسي وابقى احسن واحدة في الدنيا عشان جوزي حبيبي جاي. اصلا انا مش هدي فرصة صغننة قوي انه يشتكي مني. ولما جوزي كان يسألني عن بابا كنت اقول له ده اتحسن وبقى كويس، يقول لي لو عايزة تروحي ليه روحي، اقول له لا مش هسيبك يا حبيبي، انا قاعدة على قلبك. وفي مرة قال لي تعالي نروح نزوره، طبعا عشان انا ما كنتش عايزة الوقت والاجازة تضيع في زيارة بابا والتفاصيل دي. قلت له اصل واحد من اخواتي خده وهو دلوقتي تعبان ومراته هي اللي بتراعيه، وده ما كانش حصل. انا نسيت اصلا ان بابا في البيت، حتى نسيت ان انا ابلغ اخواتي ان بابا لوحده وان المفروض ان هم يروحوا ليه، وانا كنت متأكدة ان انا لو قلت ليهم هيكلموني بطريقة ما تعجبنيش، فقلت هبقى اقول لهم يوم تاني ونسيت بعدها. وجوزي حصل له ظرف وفضل 10 ايام، وانا طول ال10 ايام ما اتحركتش من جنبه كالعادة. ولما مشي افتكرت بابا بقى ورحت ليه، قلت ياه ده انا بقالي كتير قوي ما شفتوش، يا ترى حد راح ليه ولا لا. واتصدمت خالص بان انا نسيت اقول لهم يروحوا عنده. كان صدمتي الاكتر والاكبر لما لقيت بابا ميت، وكمان كانت ريحته بشعة والدود كان بياكل في جسمه، منظره كان صعب جدا. طبعا انا كلمت اخواتي وانا بصوت ومنهارة واقول لهم تعالوا ابوكم مات، والدكتور قال لي ان بابا ميت بقاله 10 ايام. واخواتي جاحدين على فكرة، لان محدش فيهم فكر يروح يشوفه هو في ايه، محدش فيهم فكر انه يخبط على بابه، كلهم كانوا راميين الحمل عليا، كلهم كانوا شايفين ان طالما بيدفعوا فلوس يبقى خلاص انا اللي اشيل. وطبعا الموضوع اتعرف وبقيت انا اقول لاخويا انت السبب وهو يقول لي انت السبب، ونرمي الحمل على زوجات اخواتي وكلنا بقينا ناكل في بعض. وجوزي عرف كل حاجة، لقيته اتغير جدا، ولقيته بيقول لي انا حاسس ان انا مش طايقك، رغم ان انا كنت في ظروف ما ينفعش انه يتعامل معايا كده، كنت فاكرة انه هيطبطب عليا، لكن لقيته بيقول لي انا خايف منك، انا ما بحبكيش، زي ما سبت ابوكي مات وكان لوحده ممكن في ثانية تسيبيني، انتي ما همكيش غير نفسك وبس. قلت له ده انا كنت بعمل كل ده عشانك، دلوقتي ما بقاش يهمني غير نفسي وبس، ده انا كنت عايشة عشانك انت. قال لي بس نسيت اللي كان سبب انك جيتي الدنيا، نسيت اللي رباكي وكبرك وخلاكي بني ادمة، نسيت انه كتب ليكي شقته باسمك، سبتيه واهملتيه، سبتيه لدرجة انه كان بيعمل الحمامة على نفسه، سبتي ابوكي واكيد هيجي اليوم اللي تسيبيني فيه. انت دلوقتي متعلقي بيا بس عشان لسه مفيش بينا ولاد، وبتلفي على كل الدكاترة عشان نخلف، لكن اهتمامك ليا هيروح اول ما تجيبي ولاد وهتسيبيني، ويا عالم بكرة في ايه. انا من البداية ما حبيتكيش، انا حبيت حبك ليا، انت اللي كنت بتلفي ورايا، وانت اللي كنت بتقنعيني طول الوقت عشان اتجوزك، لكن انت مش اصيلة، انت ممكن يكون عندك مرض التعلق، والمرض ده للأسف صابني انا، لكن انا عمري ما حبيتك، ودلوقتي بخاف منك، زي ما سبت ابوكي انا ما اضمنش حياتي معاكي، وانا مش عايز اكمل معاكي. جوزي بقى مصمم انه يطلقني، وكأنه ما صدق اي غلطة مني عشان يخلص مني. انا صح غلطت في حق ابويا وغلط كبير ومش هسامح نفسي عليه العمر كله، بس كمان اخواتي السبعة الباقيين غلطوا معايا ويتحملوا جزء من الذنب ده معايا، وكل واحد كان مشغول بحياته، وكل واحد كان شايف انه مش مفروض انه يقول لمراته روحي خدمي ابويا، وانا مش عارفة انا عملت ايه. وبعدين يعني انا عايزة افهم حاجة، ازاي انا كنت في حياتي بحاول ان انا اسعد جوزي وده يتحسب عليا دلوقتي؟ انا كنت ليل ونهار ببقى عايزة اسعده، كنت ليل ونهار ببقى عايزة اشوفه احسن راجل في الدنيا. انا صح غلطت في اخر 10 ايام ان انا ما سألتش على ابويا، وما كنتش ببقى مبسوطة لما كنت بروح ليه، وكنت متضررة، كنت بحس ان ابويا حمل تقيل قوي عليا. انا دلوقتي خايفة لاني بقيت لوحدي، اخواتي دلوقتي كارهني، اخواتي دلوقتي مش طايقني، اخواتي محمليني الذنب وبيقولوا لي انت اللي قتلتي ابونا، انت اللي خليتيه يوصل للحالة دي، كان بيحبك ومدلعك ويا ريته طمر فيكي. للاسف انت ما تعرفيش اي حاجة عن الحب والاحتواء، انت هتعيشي طول عمرك من غير عيال، هو ده عقابك في الدنيا انك تعيشي من غير ما تخلفي، هتعيشي وتموتي لوحدك.
زي ما ابوكي اتحكم عليه يعيش ويموت لوحده. ببص لكل واحد من اخواتي بلاقيه اتجوز المحنة وعاش حياته، وانا جوزي سايبني بقاله 40 يوم. امبارح كان 40 ابويا، وكل يوم كنت بحلم بيه بيجيلي. ساعات بيكون زعلان مني واقف بعيد، واوقات كتير ما كانش بيتكلم معايا. انا دلوقتي عايشة لوحدي، محدش فيهم فكر يكلمني. كلنا اتقابلنا في شقة بابا، محدش عبرني بكلمة واحدة. واول ما خلص 40 خدوا بعضيهم ومشوا، وانا لقيت نفسي لوحدي. حتى جوزي ما جاش. اكيد ده عقابي دلوقتي على انانيتي وجحودي لفضل ابويا عليا. اموت واعيش لوحدي ولا حد يسأل فيا. بس هل ده هيكفر عن ذنبي في الدنيا، ولا لسه في فاتورة تانية هدفعها في الآخرة؟ ودي كانت قصتي، وياريت ما تعملوش عملتي.